تخيل لو الورقة والقلم رجعوا تاني بس من المستقبل. أنا واحد من الناس اللي بيحبوا يكتبوا كل حاجة، ملاحظات، أفكار، مهام، بس مش دايما بحب التشتيت اللي بيجي مع الموبايل أو التابلت من التطبيقات والسوشيال ميديا والرسائل كل شوية. بحن ساعات للورقة والقلم. وهنا بقى جربت حاجة مختلفة تماما، حاجة اسمها iFlytek AI Note Air 2، اسم طويل شوية، والجهاز ده تقريبا قد التابلت، رفيع جدا، والشاشة شبه الورقة كده، وإحساس الكتابة عليها أقرب ما يكون للقلم والورقة العاديين. اسمع كده، نمسح بقى، فيها راحة نفسية كده، سواء بتعمل جدول للي وراك او بتكتب فكرة جاتلك مش عايز تنساها. وفي قوالب كمان جاهزة تسهل لك كل ده غير ان في كاميرا تقدر تعمل بيها سكان لأي ورقة او ملف وتحفظه على الجهاز. لكن المبهر بجد هو قدراته مع الذكاء الاصطناعي. تقدر تسجل اجتماع او محاضرة انت فيها بالكامل من مايكات موجودة هنا بكواليتي مبهرة. وهو مش بس بيكتب اللي اتقال بدقة، ده كمان بيميز الشخص اللي بيتكلم لو اكتر من حد قاعدين، ويلخص لك الكلام ده بطريقة منظمة عن طريق شات جي بي تي. مش بس كده، ده انت لو بتسمع حد بيتكلم بلغة مش لغتك، الجهاز بيترجم الكلام ده ويكتبه قدامك بلغتك. يعني لو قاعد في محاضرة وحد بيتكلم صيني، تقدر تشوف كل اللي اتقال مترجم ومكتوب بالعربي في لحظتها. فهو اختراع جمع بين الطرق التقليدية بتاعت زمان واخر ما توصلت له التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. قول لي رأيك فيه واسيب لك اللينك بتاعه في البايو، ومتنساش تتابعني لاختراعات ذكية تانية زي كده.